وصفه تقليديه مغربيه عريقه ما كنستغناوش عليها. ما يمكنش يدوز العيد بلا ما نوجدوها، اللي هي الخليع. وتحت طلبكم غنتقاسمها معكم اليوم بطريقه مبتكره وزوينه. كاينين بزاف ديال الناس اللي تيديروها، كل اسره او كل بيت كيوجدها بالطريقه ديالو. فاليوم ان شاء الله غنتقاسمها معكم. فبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، نتوكلوا على الله باش نبداو ان شاء الله في الوصفه ديالنا اللي كتجي رائعه وغزاله. هاد الوصفه كانت قدمتها لنا الاخت امينه، تنشكرها عليها بزاف. جربتها العام الفايت غير بكميه قليله، وهاد العام بغيت نتقاسمها معكم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا راني بديت كنطحن. انا طحنت غير في الدار، ممكن تطحنوها على برا. هنا عندي الشحمه ديال الكلوه، الشحمه ديال الحولي، اللي بقات لكم هذه الشحمه ديال الكلوه كيف ما كتشوفوا، الشحمه اللي تبقى لكم من بولفاف. المهم الشحمه اللي بقات عندكم كلها جمعوها وغادي تخدموا بها. هنا تقريبا راه عندي 1 كيلو ونص ديال الشحمه، وهنا عندي 2 كيلو ونص ديال اش غادي نقول لكم. هنا راه ماشي اللحم هبره، راه فيما كانوا شي طريفات فيهم الشحمه، فيهم الجلود، فيهم المهم دوك الحويجات اللي كنديروهم قديد عاده، هما اللي راه طحنا هنايا. المهم حتى في سائر الايام الا بغيتو ديروا هذا الخليع هذا، ملي كتشريو اللحم مثلا غير من عند الجزار، دوك الطريفات اللي فيهم الشحمه، دوك الطريفات اللي ما غيتكلوش في الطاجين وهذا، كتبقاو تنقيو ديك اللحيمه ديالكم. كتكون عندكم واحد البلاستيكه او لا علبه، وكديروا فيها دوك البقايا ديال اللحم، هاد المره شويه وهاد المره شويه، حتى تتجمعوا واحد الكميه ديال مثلا 2 كيلو او لا كيلو ونص او لا شحال ما كان، توجدوا به الخليع بهذا الشكل هذا. ماشي بشرط غير وجدتوه في العيد. هنا غادي ناخذ من بعد ما طحنت دوك اللحيمات وطحنت الشحمه، هنا عندي 2 كركوبات ديال الثومه، 2 ريوس. الا قلت 2 ريوس يعني 2 كركوبات. هنا كنقي لهم غير داك الرويس وشويه ديال القشور، كنخليهم بالقشور ديالهم. وغادي ندوز ندق هاد الثومه في المهراز. هاد الفيديو نزلته تحت طلبكم، سبق لي منزله لكم الخليع بالقديد او باللحم المجفف على حقه وطريقه. اليوم غنتقاسم معكم هذه الطريقه، راكم غادي تعتمدوها وغادي تعجبكم ان شاء الله. هنا كندير واحد الحفنه ديال الملحه بالنسبه للخليع او القديد. ما تبخلوش عليه بالملح لانه هو اللي كيخليه يصبر مده طويله باش تيجيكم هو هذاك. ولكن عاوتاني ماشي نفوتوا الملحه اكثر من القياس. هنا درت المهم واحد الكميه ديال الملح، وتندق هذا الثوم بالقشر ديالو. ممكن دوزوه في شي طحانه او لا، المهم انا حاولت نخدم معكم بالمهراز كيف ما كنا كنخدموا شحال هذه. انا كنعقل على الوالده ديالي ما كاين غير المهراز لا في العطريه ولا في كل شيء. هنا هذا هو اللحم، انا كنت طحنته وبات عندي في الثلاجه كيف ما كتشوفوا. كما قلت راه كميه معتبره، عندي 2 كيلو ديال اللحم ونص، وعندي كيلو ونص ديال الشحمه اللي حتى هي طحنتها. الشحمه تكون طريه بطبيعه الحال، ما تكونش الشحمه غاويه ولا فيها شي حاجه. صافي هنايا راهم مطحونين عندي. كاين اللي كيدير الشحمه غير مقطعه، ولكن الصراحه انا ما كنفضلهاش. كيخصني كلشي يكون مطحون. الا عندكم الطحانه ديال الكفته في البيت كان افضل، ما كانش غادي تمشيو عند الجزار راه كيطحن لكم هادشي كامل. صافي هنا كناخذ شي كوكوط تكون ثقيله او لا طنجره ولا اللي كان، كندير فيها انا المكونات كاملين. المهم الاخت امينه كانت عطاتنا هذه الوصفه، ولكن انا درتها بالطريقه ديالي والصراحه راه جات رائعه. المهم هنا درت ديك الكفته ديالي او داك اللحم مطحون، وغادي نضيف عليه الشحمه مطحونه. بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيتكم راهم تيجيو مزيانين، نتوما دائما كديروا القياس اللي بغيتو تقلوا او اللي تزيدوا. هنا درت ديك الكفته كيف ما كتشوفوا معايا، ودرت الشحمه، وراني عابره يطرو ديال الزيت. انا درت غير زيت الزيتون، ممكن ديروا زيت النباتيه او لا تخلطوا. هنا عندي الكمون جديد، كمون بلدي عاد كيف مطحون على حقه وطريقه. درت 2 ديال المعالق كبار و2 معالق كبار ديال القزبور يابس او لا القزبور كارم مطحون بهذا الشكل هذا. وغادي ندير ديك الثومه، دوك 2 ريوس او 2 كركوبات ديال الثومه اللي مدقوقين مع مليحه. ومن بعد غادي نزيد الكمون وغنزيد القزبر وغادي نزيد الملحه. هنا غادي نجيب الزيت في هاد المقادير هادو. درت يطرو ديال زيت الزيتون، انا عندي الزيت حايله فدرت هاد اليطرو هذا. بغيتو ديروا غير زيت النباتيه ديروها، بغيتو تخلطوا بين زيت الزيتون والزيت النباتيه، لكم الاختيار على حسب المتوفر. صافي وغادي نرد الكل على النار. خليكم معايا ان شاء الله تتبعوا تفاصيل هذا الفيديو، راه غادي ينفعكم وتيجيو غزال في المخمار، وتيجي زوين في المسمن وفي الملوي تيحمق، وفي المقيله مع البيض شهوه منه. او لا تهزوا منه ديروا في اللوبيا او لا ديروا في العدس او لا، المهم راه غزال بزاف بزاف.
ما يخطاكمش ان شاء الله توجدوه حتى في سائر الايام ماشي غير في العيد. لان كما قلت تبقاو غير الحيمات اللي كتشريو باش كطيبوهم في الطويجنات وهذا، تبقاو تحيدوا دوك الزوائد اللي ما كيتاكلوش غير تيضيعوا، تبقاو تجمعوهم حتى تجمعوا كميه وكتوجدوا هذا الخليع بهذا الشكل هذا. هنا راني تنحرك غير حتى يذوب مزيان، وغادي نعطيكم الطريقه ديال الطياب والوقت اللي غياخذ لكم باش يطيب. انا ما غنسدش عليه، انا غادي نخليه غير قدامي كيطيب ومره مره تنحرك كيف ما غتشوفوا معايا. من بعد ما داب مزيان، داب ديك الشحمه وكل شيء، والنار ما تكونش عاليه بزاف. هنا زدت معلقه ديال القزبور يابس، وغادي نزيد حتى الملحه، وزدت معلقه ديال الكمون. وممكن ديروا التوابل في الاول، انا راني غير منين درت وحسيت باللي خاصني نزيد شويه فزدت، وزدت حتى الملحه. صافي هادشي اللي كاين. غادي نجيب الماء، ضروري ما نديروا الماء باش يطيب لينا مزيان هاد المكونات يطيبوا. هنا درت تقريبا غادي يكون درت واحد يطرو وربع ديال الماء، يطرو وربع ديال الماء، لان عبرت انا بهذا الغراف هذا درت 3 منه. يطرو وربع ديال الماء، تقدروا تمشيو حتى ليطرو ونص ديال الماء، راه ماشي مشكل، راه غادي يطيب وانتم غتخليوه حتى ينشف لكم من الماء. راه ماشي ما عندناش اللحم، غادي غير عندنا هاد الكفيته نخليوها غير تمشي وتجي ونقولوا راه طاب. راه ما غاديش يكون طاب، ويقدر يحماض لكم ويقدر يغمل ويقدر، المهم خصو يطيب. هنا هو تيطيب كما كتشوفوا. تنحيد ديك الكشكوشه الفوقانيه اللي كتطلع، تنحيدها ضروري ما تحيدوها باش ملي كتحتفظوا به تيبقى لكم زوين، ما تيغمل، ما كتطلع فيه لا صوفه لا حتى شي حاجه، تيبقى رائع. خصوصا الناس اللي تيسكنوا في المدن الشاطئيه تكون الرطوبه بزاف، فتيعانيوا من الخليع تيخسر ليهم. هنا شوفوا راني تنحرك. هنا راه مازال ما طابش، هنا راه عاد تقريبا هنا تكون واحد 20 دقيقه باش راه بدا تيغلي، مخليه تيطيب كما تنقولوا. هنا راني مازال تنحرك. فوقاش ما تبقاو واقفين حداه حتى تبقاو تحركوا كتحسوا به تيبقى يلصق في القاع ديال الطنجره. تما خصكم يدكم ويتحرك، ما غاديش تحيدوا من حداه. هنا كما كتشوفوا حتى دوك الجوانب ديال الكوكوط راه ديك الملحه ودوك التوابل وديك الشحمه تيبقاو يلصقوا، وهنا بقى تيلصق ليا شويه في القاع. اللون ديال الزيت كيتغير، اللون ديال الكفته كيتغير. فضروري من هاد العمليه هذه، ضروري منها ان هاد الكفته هذه خصها طيب مزيانه. تنسميتها كفته المهم هاد الخليع هذا خصو يطيب. شوفوا اللون ديال الزيت كيفاش ولا، هنا راه كيلتصق. شوفوا الجوانب ديال الطنجره تيولي فيهم دوك الترسبات قاصحين. هنا راه دليل على انه راه قرب يوجد، ما بقالوش بزاف. المهم راه تقريبا راه خدا ليا واحد ساعه و40 دقيقه، ساعه كامله و40 دقيقه. انا حاولت نحسب ليه الوقت، يقدر يدي لكم حتى لجوج ديال السوايع. انا المهم النار كانت ماشي ميته وماشي مجهده، النار متوسطه. هنا انا كنت باغيه ندير الفتيله باش نسيي لكم باللي راه طاب. كتغطسوا الفتيله في هاد اليدام وكتشعلوها، الا ما شنشناتش وشعلت العافيه نيشان في ديك الفتيله عرفوا راه طاب وجد تماما. ولكن انا ديك البريكه للاسف ما كتشعلش، ما تديرش العافيه، فما تمكنتش ندير لكم ديك التجربه. ولكن نتوما ديروها الا المهم مع الممارسه ومع هذا راه كتوليو كتعرفوا باللي راه طاب بلا ما ديروا ديك الفتيله. هنا ضروري ما تخليوه يطيب حتى تيوصل لهاد المرحله هذه، تيبقى يلصق لكم في القاع. وانتم مع تحرك اللون ديال ديك الكفته او داك اللحم تي المطحون كيتغير. شوفوا كيفاش رجع، ما بقاتش الكفته بيضاء، راه رجع طايب، تيعطي واحد المذاق غزال وكانكم دايرين فيه القديد مطحون. راه تيجي لذيذ بدوك التوابل اللي درنا. غزال. هنا راني حيدت الكوكوط على فكره من فوق النار، ومع ذلك مازال كتغلي لان عندي الكوكوط ديال انوكس وثقيله فكتشد الحراره. كنبين لكم هنا باللي راه ماشي فوق النار، راه غير فوق الخشبه، ومع ذلك مازال كتغلي وانا تنحرك ما نخليهاش باش ما يلتصق لياش هذاك الشيء. هنا في هذه المرحله راه طابت صافي. ما غاديش نغطيها بالغطايه ديال الكوكوط، غادي نجيب منديل وغادي نغطيها ونخليها حتى تدفى وتهدى مزيان. لان الا غطيتها بالغطايه ديال الكوكوط غادي يرجع ندى وغيقطر ليا داك الماء في الخليع ديالي. انا بغيتو باش ما يضيع لياش، يبقى ليا مده طويله هو هذاك. هنا صافي، هنا راه باقي سخون. شتي المغرفه راه كانت سخونه، ولكن المهم ما بقاش تيغلي.
راه دفا. المهم دفا شويه، غير المغرفه بقات شاده السخونيه فاش ديتها بداك المنديل. هنايا انا كنفضل ندير هاد الخليع ديالي في هاد الجره او في هاد الانيه هادي. المهم راه بحال الطنجيه حتى هادي. كاين اللي كيسمي كل واحد شنو كيسميها. المهم انا ما خليت هنا لا اكريش بوحدو ولا كامل، كنهزو كامل بليدام ديالو كنحتفظ به. ملي تنبغي نهز تندير واحد المغرفه ديال العود، ما تهزوش بمعلقه، ما ديروش يدكم. مغرفه ديال العود طويله انا عندي بها تنهز، كنهز من القاع وتنهز ليدام. شنو ما بغيت ندير به تنهز قياسي وصافي، كنبقى محافظه عليه. اولا ديروه في قريعات ديال الزاج كذلك وكتسدوهم، راه كيبقى غير في البلاكار غزال ورائع، لان بقى غير ليدام ما فيهش الماء. شوفوا كيفاش، وكيبقى يلصق في القاع ديال الكوكوط ومع الجوانب. حاولت نتقاسم معكم جميع التفاصيل. هاد شويه اللي بقى كنديرو في هاد العلبه راه جا هو هذاك، لا في المذاق ولا في الملوحه ولا في اللذه. داروا به البنات، بناتي مقيله بالبيض تيحمق جا غزال. فنتمنى ان شاء الله تجربوا طريقتي. وإلا بغيتوا الخليع بالقديد راه عندي في القناه هنا. شوفوا هذا هنا راكم تاكدوا باللي راه الخليع ديالكم طايب. الا ما لصق لكمش في القاع ديال الطنجره عرفوا راه ناقص طياب. هنا غادي نخليه يبات، غادي نخليه يبات، ولكن الحراره الصراحه الحراره خصو يبات باش نعرفوا الدرجه ديالو في الطياب. هنا من بعد ما بات شوفوه معايا. هنايا راه غير الجو سخون، شوفوا كيفاش راه مرمل رائع غزال. هو منه يبقى معكم من السنه للسنه. غير تبقاو تهزوه بمغرفه ديال العود، ما تقيسوش باليد ديالكم، تيبقى لكم غزال من داك الشرفع. شوفوا هذا اللي في علبه صغيره برد. شوفوا كيفاش جا مرمل وغزال. ممكن تحتفظوا به غير بعلب بحال هادو اولا قريعات ديال الزاج، والقريعه اللي جبدتوها كتخدموا بها. المهم هادو البنات اللي كيعانيو ان الخليع تيغمل ليهم او تيضيع ليهم، حاولت نتقاسم معكم جميع النصائح ان شاء الله. المهم غتحتفظوا به. كنغطيه بورق الطبخ بهذا الشكل هذا، وغادي ندير عليه الالومنيوم من الفوق صافي. وكنخلي هاد الانيه هادي او هاد الجره هادي غير في البلاكار. صدقوني كيبقى ممتاز، وتوجدوه بالصحه والراحه، ومع السلامه.